هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قضاش على بني اسرائيل مره واحده زي الاقوام السابقه؟ هم شافوا معجزات كتير محدش غيرهم شافها. ده سؤال مهم جالي ومحتاجين ان احنا نقف عنده. بس هو مين قال ان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش هيقضي عليهم مره واحده؟ لولا ايمانهم والعهد اللي ربنا سبحانه وتعالى اخده عليهم كانت قضى عليهم مره واحده. ودي قصه الايه الجديده، ودي الحلقه السابعه من حلقات سوره البقره. استكمالا لقصه بني اسرائيل في سوره البقره، ربنا سبحانه وتعالى بيرجع تاني يفكرهم بنعمه كبيره جدا حصلت لهم وحصلت لاجدادهم واسلافهم. بيفكر اليهود اللي عايشين مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه بالنعمه الكبيره اللي حصلت لهم وكشفت عنهم العذاب. زي ما حكينا في الحلقات اللي فاتت وفي حلقه فتنه العجل، لما سيدنا موسى عليه السلام رجع من ميقات ربه، الميعاد اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى معاه الالواح اللي فيها التوراه، قال لبني اسرائيل ساعتها خذوها وامنوا بيها واعملوا بالاوامر والتكاليف اللي فيها. ساعتها بني اسرائيل صعبت عليهم التكاليف دي وقالوا لسيدنا موسى لا احنا مش هنؤمن بيك، ومن ياخذه بامرك انت او بقولك انت؟ مين اللي هياخد الكلام ده بكلامك انت وبقولك انت؟ لا احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى نشوفه بعيننا وهو اللي يقول لنا هذا كتابي فخذوه، ساعتها هناخده. ساعتها زي ما قلنا الصاعقه جت وماتوا كلهم، وربنا سبحانه وتعالى بعدها احياهم علشان يديهم فرصه ثانيه للايمان، ودليل اهو كبير على وجود ربنا سبحانه وتعالى وانه سامعهم. فساعتها سيدنا موسى قال لهم هو ايه اللي حصل؟ قالوا له تقريبا متنا ورجعنا، ايه يعني؟ فساعتها سيدنا موسى رجع قال لهم خلاص خدوا الكتاب امنوا. قالوا له لا. هنا بقى كانت الفرصه خلاص خلصت. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى ارسل الملائكه شالت الجبل من مكانه، الطور اللي هو الجبل، يقال ان هو الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى ناجى عليه سيدنا موسى، ويقال ان هو جبل الطور اسمه كده، وفي اللي قال ان اي جبال نبتت من الارض طلع شويه من الارض يسمى الطور، والله اعلى واعلم. فساعتها ربنا سبحانه وتعالى ارسل الملائكه شالت الجبل من مكانه، حركته وهزته كده وهترمي بيه، يسمى كده نطقت الجبل. شالت الجبل فوق بني اسرائيل كانه سحابه ظل عليهم. وفي قول اخر في سوره الاعراف نطقت الجبل يعني شالت الجبل محركته من مكانه. وساعتها الملائكه سالت بني اسرائيل شايفين ايه ده؟ اتعرفون هذا؟ ساعتها بني اسرائيل بصت وخافت كده وقالت هذا الطور، ده الجبل. فساعتها قال لهم خذوا الكتاب عليكم بالميثاق والا قذفناه عليكم، حدفناكم بيه، هيتقضي عليكم. ربنا سبحانه وتعالى اهو خيرهم بين الايمان او العذاب زي الاقوام السابقه. هتاخدوا الكتاب انكم هتحلفوا على ان انتم ما تضيعوش العهد ده ابدا ولا الكتاب وتعملوا بما فيه. فساعتها بني اسرائيل خافت وبصت وافتكرت ان خلاص الجبل هيقع عليهم، فخروا ساجدين. ففضلوا ساجدين كده على جنب، وجنب باصص خايف من العذاب لا يقع عليهم. فربنا سبحانه وتعالى ساعتها رفع عنهم العذاب، وساعتها امنوا واخذوا التوراه بالميثاق. وقالوا ساعتها لا سجده افضل من سجده تقبلها الله وكشف بها عنا العذاب. ويقال ان اليهود بيسجدوا لحد دلوقتي ليومنا هذا بالشكل ده، على جنب وجنب باصص لفوق. وقصه الجبل والميثاق دي اتذكرت تاني في سوره البقره في الايه 93، واتذكرت تاني بشكل تاني في سوره الاعراف لاهميتها الكبيره. فبتكون هنا الايه تذكير لنعمه كبيره ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليهم بكشف العذاب عنهم وبايمانهم، وتذكير لليهود اللي موجودين مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه ان هم يفتكروا، ان هم يذكروا ما في الكتاب عندهم ويؤمنوا، ويذكروا ازاي قصه العهد دي حصلت وازاي العهد ده اتاخد على اجدادهم. ولولا العهد والميثاق ده واللي حصل ما كانش زمانهم بقوا موجودين دلوقتي، ايها الابناء يعني اللي انتوا قاعدين دلوقتي مش عايزين تامنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. فافتكروا لعلكم تتقون، تخافوا عذاب ربنا سبحانه وتعالى وعقابه بسبب ضياع العهد وعدم ايمانكم. وبيقول الطبري وبعض المفسرين عن سبب ان بني اسرائيل اخذت التوراه والكتاب بالعهد والميثاق، انه لو كانوا اخذوا الكتاب والتوراه من اول مره طلب سيدنا موسى منهم ان هم ياخدوا الكتاب، كانوا خدوه من غير ميثاق ولا عهد ولا يمين ان هم ما يضيعوهاش ويعملوا ما فيها. لكن عشان رفضوا وتعنتوا وقالوا لا، حصل فيهم كل اللي حصل ده. يعني لو كانوا خدوه من اول مره ما كانش هيحصل كل ده، لكن اللي حصل ده خلاهم ياخدوا التوراه والكتاب بالعهد والميثاق. علشان كده لما نقضوا العهد مع ربنا سبحانه وتعالى وضيعوا العهد ده، ربنا سبحانه وتعالى خرج منهم النبوه وخد منهم الاستخلاف وفشلوا في الاختبار، ضيعوا الامانه فضاعوا وصعبوها على نفسهم برضو في قصه البقره اللي هنعرفها ان شاء الله المره الجايه. ما تنسوش تتابعوني بقى للحلقات الجايه، ولو اول مره بقى تعرفوا القصه وتتدبروا الايات قوي كده اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع اصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويستفيد.